يا صباح الفل، صباح الهنا والسعادة والسكر الزيادة، صباح كل حاجة على عيونكم، صباح النشاط والتفاؤل والرضا، صباح كل حاجة حلوة. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد، فيديو كده كله نشاط وطاقة. يعني عايزة اقولك الروتين بتاع النهاردة هيغير حياتك 180 درجة. عايزه اقول لكم من ساعه ما بقيت اعمل الحاجات دي والتزم بيها وما بطلش ان انا اعملها، قد ايه بقيت احس باليوم واحس بالنشاط كده، ودايما نشيطه، ما عنديش كسل، ما عنديش وخم من الجو بتاع اليومين دول. بجد يعني الاسلوب اللي انا بعمله اليومين دول مريحني جدا جدا جدا، والطريقه اللي انا ماشيه بيها مريحاني. اتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تستفادوا منه، واقول لكم ازاي يومي بيبقى حلو وازاي بقدر استفاد من يومي بكل دقيقه. طبعا احنا النهاردة يوم الجمعة. يوم الجمعة ده بيبقى فيه طقوس كتير جدا عند ناس كتير، وبيبقى ليه حاجات معينة كده مش في اي يوم تاني. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، انا كنت مطلعه حاجه الغدا من الصبح. يعني اول ما عيني فتحت من النوم كده رحت داخله المطبخ مطلعه الحاجه اللي انا هطبخها النهارده وسايباها تفك على الرخام. دخلت كده غسلت وشي وفوقت وغيرت هدومي ودخلت كده المطبخ، مسكت كده شويه المواعين. يعني بقيت بالليل كده ساعات بيبقى فيه طبق كوبايه معلقه، مسكتهم كده خلصتهم وشطبت المطبخ. وبعدين قلت اقعد افطر بقى، كان مالك ابني صحي، قلت اقعد افطر انا وهو وبعد كده نشوف يومنا هيبتدي ازاي. عايزه اقول لكم ان يوم الجمعه انا يومي بيبتدي مثلا من 8 9 الصبح، مش بعد كده، لان بعد كده خلاص اليوم خلص بجد. يعني جربي كده يوم الجمعه بالذات تصحي بدري 8 او 9 وقولي لي يومك هيبقى عامل ازاي طول النهار. طبعا انا بصحى 8 او 9 الصبح زي ما انتوا ما قلت لكم كده في اول فيديو. طلعت الحاجه اللي هطبخها وبعدين شطبت مطبخي الاول، وبعدين قلت بقى افطر واقعد كده ايه اشرب كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن، او اشربي نسكافيه او قهوه لو انت متعوده. ولو ان يعني ما رجحش تشربي قهوه على الريق، افطري الاول وبعد كده اشربي بقى قهوتك النسكافيه بتاعك، تعملي كوبايه لبن كوبايه شاي اللي يريحك يا حلو. وبعد بقى ما تفطري نشوف بقى يومنا هيعمل ازاي. تعالوا بقى كده هنروح نفطر ونيجي نشوف هنبتدي يومنا بقى الجميل ازاي. اول حاجه كده بعد الفطار طبعا غسلت بقى الكوبايات بتاعه الفطار او ايا كان بقى المواعين بتاعه الفطار، وابتديت اجهز في حاجه الغدا. يعني ولعت انا النهارده هعمل فراخ ولوبيا ورز. ولعت كده على اللوبيا تتسلق، وكمان غسلت الفراخ زي ما انتم شايفين هنقعها بقى في ميه وخل وليمون وملح، واسيبها كده منقوعه لغايه ما اجي ابتدي في الغدا. طبعا كل الحاجات دي انت بتعمليها في الاول علشان ترتاحي. يعني مثلا وراكي ترويق، عايزه تشيلي الشقه، عايزه تعملي حاجه، نبقى مخلصين كل اللي ورانا او مجهزين حاجه الغدا بحيث ان انت تخلصي شقتك وتدخلي على الغدا على طول. بما ان النهارده الجمعه انا دايما بحب اعمل الشقه مثلا يوم الخميس. يعني لو بفكر امسح او اعمل روتين قوي اللي هي الترويقه الجامده بقى، اللي هو هنشيل بقى الانتريه ونكنس تحته ونمسح مش عارفه ايه، بحب اعمل الحاجات دي كلها يوم الخميس. اعمل كل حاجه، يعني اشيل سجاد واكنس وامسح اصب الحيطان يوم الخميس، بحيث ان يوم الجمعه زي ما انتوا شايفين كده كل اللي انا عملته ان انا شلت السجاده وكنست ودي تلميع. عايزه اقول لكم ان انا بقى من يوم الخميس كنت شايله بقى الكسوه بتاعه الانتريه دي غسلاها وكنت نشراها، وكنت كمان لما الستاير وغسلاها وسبتها بقى. قلت بالليل بقى تاخد براحتها تنشف براحتها وتتهوى، والصبح اقوم زي كده اكنس بقى الارض وادي الارض تلميعه، وابتدي بقى ايه افرش الكسوه بتاعه الانتريه واعلق الستاير واستعد كده ليوم الجمعه، بحيث ان ميعاد الصلاه يجي اكون خلاص شقتي كامله من كل حاجه، مسحت وكنست وروقت. اقعد بقى اسمع صلاه الجمعه كده في روقان. يكونوا بقى الولاد لو هينزلوا يصلوا، لو مثلا جوزي موجود وبيصلي الجمعه، عقبال بقى ما يرجع هو والولاد اكون انا حضرت حاجه الغدا. فعايز اقول لكم كل الحاجات دي بتحصل الصبح زي ما قلت لك. لما تصحي 8 او 9 الصبح يوم الجمعه صدقيني بيختلف كتير. لمة ولادك حواليكي بقى على الفطار كده او على الغدا انت وجوزك ولادك هتفرق معاكي كتير، لاني اكيد طول الاسبوع بقى في شغل، جوزك بيشتغل او لو انت بتشتغلي، او فممكن تكونوا ما بتجتمعوش على اكله الا مره مثلا في اليوم، او يمكن هو يوم الاجازه ده اللي بتجتمعوا فيه. عادي في ناس بيقعدوا طول الاسبوع ما بيجتمعوش. ايه يا زيز
ماشي يا روح ماشي. في ناس ما بيجتمعوش بقى، يعني ما بيشوفوش بعض على الاكل، يعني مثلا بيبقى جوزها بيروح الشغل بيرجع متاخر فبتاكل هي الولاد لوحدهم، ممكن هي مثلا بترجع متاخر مثلا او حاجه فبتجتمعش هي وجوزها وولادها على ترابيزه. فمتهيألي يوم الجمعه ده بتبقى اجازه ناس كتير، فده اليوم الوحيد اللي تقدري تستغليه وتجتمعي انتي وولادك وجوزك على ترابيزه واحده. زي ما انتوا شفتوا خلاص كنت خلصت الانتريه التاني. انا بمجرد بس ان انا شلت السجاده وكنست تاني. انا طبعا مروقه الشقه من يوم الخميس، بس بحب يوم الجمعه زي ما قلت لكم افتح الشبابيك واشيل برضو واكنس كده علشان احس ان انا يعني ايه الدنيا بالنسبه لي كويسه. فانا بحب اخلص حاجتي يوم الخميس زي ما قلت لك، مسح بقى وتنفيض وكله، بحس ان يوم الجمعه مجرد روتين خفيف كده بس الصبح عشان ابتدي بقى اجهز فطاري وغدايا، خلص بقى كل اللي وراه. هنا زي ما انتوا شفتوا، عايزه اقول لكم المكان ده طبعا لو تفتكروا كان عندي انتريه هنا وكنت عامله قعدتي هنا انا والولاد والشاشه وكله، بس الحمد لله يعني الانتريه ده وزعته وبفكر بقى استغل المكان ده، بس مش عارفه بصراحه استغله في ايه. يعني بفكر او محتاره بين حاجتين، بين ان انا اعمل ركنه وبين ان انا اعملها قعده عربي. بصراحه لسه ما قررتش ولسه مش عارفه هعمل يعني، لسه ما خدتش القرار، يعني لسه كده بفكر. فيعني لو حد عنده فكره حلوه يقول. عايزه اقول لكم لو على الولاد مش عايزين نحط فيها حاجه خالص، لان هم مستغلين الموضوع دوت وبيلعبوا فيه كوره، وبالنسبه لهم الدنيا حلوه، يعني بدل ما ينزلوا الشارع وكده لا بيجيبوا الكوره بقى وطول النهار خبط ورزع لما مش قادره اقول لكم. هنا برضو خلاص كنست كده وظبطت وفتحت الشبابيك، وعايزه اقول لكم يعني بالنسبه لي كده الدنيا خلاص خلصت، خلصت كل اللي ورايا ما خدتش 5 دقايق. وكمان بعد ما خلصت كل الحاجات دي دخلت بقى ابتديت في الغدا، ما خدش برضو مني 5 دقايق. بجد اليوم كان يعني الروتين كان حلو واليوم كان طويل لاني حسيت بيه عشان صحيت من اول النهار الشمس دخلت البيت. عايزه اقول لكم يعني لما بنضف الشقه كده يوم الجمعه قد ايه بيبقى فيه راحه نفسيه طول النهار، مخلصه كل اللي وراكي، غداكي اتعمل، كل حاجه اتعملت، ما وراكيش اي حاجه، تقعدي بقى تسمعي الصلاه كده في هدوء، تعملي لك مثلا كوبايه قهوه لو ما كنتيش شربتيها الصبح او فطرتي مثلا شاي بلبن او لبن، تقعدي بقى تعملي فنجان القهوه وتشغلي الصلاه وتقعدي بقى تسمعي الصلاه كده في هدوء. هنا بقى خلاص كنت خلصت كل اللي ورايا، قلت بقى اولع كده عودين بخور، ما كانش عندي بخور سايب بصراحه، فقلت اولع عودين بخور كده يعطروا الشقه ويدوا ايحاء كده باليوم الجميل الحلو. يا رب كده ما اكونش طولت عليكم في الفيديو دوت ويكون عجبكم كده، روتين خفيف وسريع. اقول لكم مع السلامه واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي.